السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال سنة رابعة ابتدائي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس التاني معانا في المنهج اللي هو تغير القيم المكانية. بس قبل ما نعرف يعني إيه تغير القيم المكانية تعالوا نفتكر مع بعض كام حاجة. أول حاجة لما كان بيقول لي 5 في 10، طبعا احنا عارفين إن 5 في 10 بكام؟ ب50. طب ولو قلت 6 في 10، 6 في 10 برضو ب60. طب و7 في 10 ب70. ايه اللي بيحصل يعني لما بضرب في 10؟ بنزل الرقم زي ما هو وبزود له بس صفر. طب لما اجي اقول 18 في 10، عادي هي نفس الفكرة، هنزل ال18 واحط الصفر. طب ولو قلت 70 في 10، يبقى انا هنزل ال70 واحط قدامها صفر. يعني كل اللي احنا عايزين نفتكره من الجزئية دي كلها ان انا لما كنت باجي اضرب في 10 كنت بنزل الرقم زي ما هو وبحط له صفر. طيب انا عندي رقم كبير زي ده كده، 22,222. تعالوا كده نكبر الرقم ده كده، يعني نخلي الاتنين كده هنا، ونبص كده على قيمة رقم 2 في كل خانة. يعني هنا الاتنين في الآحاد دي هتبقى ب2، وهنا الاتنين دي في العشرات ب20، والاتنين دي في المئات هتبقى ب200، والاتنين دي في أحاد الألوف فتبقى 2000 عدد أصفار، والاتنين دي في عشرات الألوف تبقى 20,000. طيب لو جينا بصينا كده هنلاحظ حاجة مهمة قوي. يعني بصوا كده معايا على رقم 2 من أول خانة الأحاد للعشرات. هنا كانت 2 بس، هنا بقت 20 زادت ايه؟ صفر. طب هنا كانت 20 بقت 200 زادت كمان صفر. هنا بقت 200، كانت 200 بقت 2000 زادت كمان صفر. ايه اللي بيحصل يا ميس؟ ان انا كل ما بتنقل من الخانة للخانة اللي بعدها على طول الرقم بيزيد صفر. ايه ده؟ يعني انت عايزة تقول يا ميس احنا هنا كنا بنزود الرقم صفر لما نضرب في 10، وطالما هنا كل ما بتحرك خانة ناحية اليمين ناحية الشمال بيزيد صفر، يعني ده معناها ان انا ضربة الخانة في كام؟ في 10. الرقم اللي موجود في الخانة ده ضربه في 10. يبقى انا كل ما بتحرك خانة واحدة ناحية الشمال الرقم بيتضرب في 10. طب كلمة الرقم بيتضرب في 10 دي هنقولها السنة دي ازاي؟ هنقول ان الرقم بيزيد 10 اضعافه، او 10 امثاله، او 10 مرات منه. يبقى كل اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي ان انا لقيت ان الرقم قيمته بتتغير من كل خانة للي بعدها على طول بيزود عليها صفر. طب كلمة بيزود عليها صفر دي معناها ايه؟ ان هو ضربها في 10. يعني كلمة ضربها في 10 يعني معناها 10 اضعاف او 10 امثال او 10 مرات. وبالتالي لما يجيلي سؤال ويقول لي كده 10 اضعاف العدد 2، يبقى دي معناها ايه؟ كلمة 10 أضعاف العدد 2 يعني كأنه ضرب العدد 2 في كام؟ في 10. يبقى أنا هنزل الاتنين وأزود عليها صفر. طب لما يجي يقول لي كده 10 أضعاف العدد 5، يبقى كأنه بيقول لي امسك العدد 5 واضربه في كام؟ في 10، يبقى هزود له صفر. طيب تعالوا نبص كده نشوف أمثلة تانية. بصوا كده الأسئلة اللي قدامي دي، بيقول لي أول سؤال 10 أمثال العدد 4. خلاص احنا اتفقنا ان كلمة 10 أمثال أو 10 أضعاف أو 10 مرات يبقى ده معناها ان أنا بضرب في 10. طب بضرب في 10 ده معناها ايه؟ ان أنا بزود الرقم صفر. فلما يقول لي 10 أمثال العدد 4 يبقى أنا هنزل الأربعة وأحط صفر. طب 10 أمثال العدد 23 يبقى هنزل ال23 وأحط صفر، كأني بضرب في 10 بالظبط. طب 10 أضعاف العدد 350 يبقى أنا بمسك ال350 وبزود عليها صفر. طب 100 ضعف العدد 40 يبقى أنا بقى كده المرة دي مش بضرب في 10، ده أنا بضرب في 100. طب أنا لما كنت بضرب في 10 كنت بزود صفر، يبقى لما أضرب في 100 هزود صفرين، ولو ضربت في 1000 يبقى هزود 3 أصفار. يبقى لما يجي يقول لي هنا 100 ضعف العدد 40 يعني كأني هنزل ال40 وازود لها صفرين. طب 100 ضعف العدد 200 يبقى أنا هنزل ال200 وازود لها برضو صفرين. طب هنا بيقول لي 50 10، نفس الفكرة بالظبط. لما يقول لي 50 10 وما قاليش أنا هعمل فيها إيه يبقى دي كأنها ضرب.
يعني كأنه بيقولك 50 أمثال العدد 10 أو 50 مضروبة في 10. يبقى أنا لما ألاقي كده الرقم وجنبه 10 أو 100 أو 1000 ومش مكتوب فيها حاجة، يبقى ده معناه إن هو كأنه ضاربها في بعض. يبقى 50 10، يبقى هنزل ال50 وازود الصفر بتاع ال10. ودي كنا بناخدها السنة اللي فاتت، كنا بنقول السنة اللي فاتت طالما الكلمة لازقة في الرقم، اللازقة فيها اصفارها جنبيها. يعني ايه؟ يعني ال50 لازقة فيها ال10، فأنا بنزل ال50 وبنزل الصفر بتاع ال10 يلزق جنبها، أشيل ال10 وأنزل أصفارها. نفس الكلام هنا 17 100، يعني كأني ضربة ال17 في 100، يعني هنزل ال17 واحط الصفرين بتوع ال100. طب 250 100، يبقى أنا هنزل ال250 واحط جنبها الصفرين بتوع كلمة 100. يبقى احنا كل اللي احنا عرفناه دلوقتي ان الضرب في 10 زي كلمة هضرب 10 امثال، 10 اضعاف، 10 مرات. زي لما اجي اقول لك 50 واحط جنبها 10 بس، او 50 وجنبها 100، يبقى انا معناها كأني بضرب في 10 او بضرب في 100. طيب في حاجة كمان يا ولاد خدناها السنة اللي فاتت وعايزين برضو نفتكرها مع بعض عشان هنبتدي دلوقتي نعمل ميكسات. يعني هنا كانت ال10 لازقة في الرقم فلزقنا الصفر جنبها. طب أنا لما أجي أقول ال50 دي بتساوي كام 10، وأما أقول ال90 دي يعني بتساوي كام 10، ولما أجي أقول ال200 دي بتساوي كام 100، وال500 دي بتساوي كام 100. في ناس شاطرة وهتبتدي تقولي كده على طول، تقولي على طول يا ميس 50 10 يعني بتساوي 5 عشرات، ال90 يعني 9 عشرات، ال200 يعني 2 مئة، ال500 يعني 5 مئات. أقول لهم برافو شاطرين. طب ملاحظين ايه اللي حصل؟ لما أنا قلت ال50 فيها كام 10، أنا شلت الصفر بتاع ال10 وحطيت ال5. طب ال90 فيها كام 10، شلنا الصفر بتاع ال10 وحطينا 9. طب ال200 فيها كام 100، مش دي 100، يبقى هشيل الصفرين بتوع ال100 وانزل الاتنين. طب ال500 بتساوي كام 100، نزلت الصفرين بتوع ال100 شلتهم وخدت ال5 بس. يا ميس يعني انت قصدك تقولي لنا ان لو الكلمة لازقة في الرقم بننزل الاصفار ونلزقها جنبها. طب لو الكلمة بعيدة عن الرقم، انا عايزة اعرف فيها كام 10، فيها كام من 100، البعيد عنه ده بياخد منه. يعني ايه؟ يعني لو ال10 بعيدة عن الرقم كده، في مسافة كده ما بينهم زي ما انتوا شايفين، بنقول تاخد منها الصفر بتاعها. ها بصوا كده، بعيدة عنها هتاخد منها، بعيدة عنها تاخد منها الصفرين بتوعها، وهكذا. طيب تعالوا نشوف برضو أمثلة تانية.